محمد نجيب خرج من مكتبه في هدوء وسكوت، ماسك المصحف في ايده، راكب عربيه رايحه على معتقل المرج، وبيحكي في مذكراته: دخل علي عبد الحكيم عامر وهو محرج وقال: مجلس قياده الثوره قرر يعفيك من منصب رئيس الجمهوريه. قلت له: انا مش هستقيل دلوقتي لان كده ابقى مسؤول قدام التاريخ عن ضياع السودان، انما لو اقاله اهلا وسهلا. عبد الحكيم عامر حلف له ان اقامته في فيلا زينب الوكيل بالمرج مش هتطول، كام يوم ويرجع بيته. بس الحقيقه ان نجيب ما خرجش منها غير بعد 30 سنه كامله. نجيب خرج من مكتبه من غير تحيه عسكريه، وقارن في نفسه بين وداعه التعيس ده وبين وداع الملك فاروق اللي ضربوا له 21 طلقه مدفعيه واتعزف له السلام الملكي. واول ما وصل الفيلا بدا يعيش عذاب حقيقي. العساكر قطفوا البرتقال وحديقه اليسري كلها، خدوا عفش الفيلا كله، سجاجيد، لوحات، تحف، حتى الاساس، وسابوا الحيطان فاضيه. صدروا اوراقه والنياشين بتاعته وفلوسه الخاصه، ومنعوه يخرج او يقابل اي حد، حتى عيلته. حطوا حراسه مشدده حوالين الفيلا، وكان لازم يقفل الشبابيك في عز الصيف علشان العساكر والجنود ما يسببوش صداع. غرفته كانت فقيره جدا، مجرد سرير بسيط عليه كومه كتب، وكان يقضي وقته ما بين الصلاه وقراءه القران وقراءه كتب الطب والفلك والتاريخ. وقال نجيب: هو ده اللي كان باقي لي 30 سنه ما عملتش غير اني اصلي واقرا قران واتصفح كتب الطب والفلك والتاريخ. وفي مذكراته تساءل: هو انا عملت ايه عشان يعاملوني كده؟ يوم ما ودعت الملك فاروق اللي في عهده الفساد كان مالي البلد، كنت حريص ان وداعه يبقى رسمي وفي كامل مظاهر التكريم. سمحت له ياخد حاجته وخليت الوزراء والسفراء يودعوه، وامرت ان المدفعيه تضرب 21 طلقه مدفعيه والموسيقى تعزف السلام الوطني عشان ينزل الملك في حاله وقار الى اليخت المحروسه. اما انا جمال عبد الناصر لا احترم تقاليد ولا اصول، اتعاملوا معايا كاني لص او مجرم. ما كلمنيش عبد الناصر ولا قال كلمه واحده ولا شرح اللي حصل، ما احترموش سني ولا مركزي ولا رتبتي، رموني في ايدين ما تعرفش رحمه وقلوب ما فيهاش احساس، بشر الحيوانات اشرف منهم. وبيختم نجيب كلامه: المقارنه صعبه بيني وبين فاروق في لحظه الوداع، ودعناه باحترام وودعوني باهانه، ودعناه بالموسيقى والسلام الملكي وودعوني بالاعتقال والصمت. اصعب حاجه على الواحد انه يكتب عن الامه الشخصيه، لكن انا هنا مش بكتب عن نفسي، انا بكتب عن طريقه الثوره في معامله رجالها، وعن الحريات، وعن كرامه الانسان المصري اللي اتحطمت. فاذا كان ده اللي حصل معايا ومع غيري من رجال الثوره، يا ترى حصل ايه مع باقي الناس؟